السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم حلوه ديال ريشبون اقتصاديه وبمكونات سهله وبسيطه وناجحه من اول تجربه. بسم الله. غادي نحتاجو في المكونات: قبيصه ديال الملحه، قشور حامضه، 3 ديال البيضات يكونوا بحراره المطبخ، كاس ديال سنيده وكاس ديال الزيت، واحد ساشي فاني وواحد الخماره حمراء. بالنسبه للخماره حمراء راه ما تصورتش ليا هذيك اللقطه. صافي، والدقيق حسب الخليط. غادي نبقاو كنخلطوا. اول حاجه غادي نخلطوا هاد المكونات تينسجموا لنا مع بعضياتهم. عاد غادي نبدا كنزيد في الدقيق شويه بشويه. بالنسبه للعجين ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه، تكون العجينه رطبه. ملي غادي نحصلوا على عجينه متماسكه غادي نبداو كنشكلوها كويرات. بالنسبه للحجم تيبقى اختياري، الا بغيتو تلاصقوها ديروا دوك الكويرات يكونوا غير صغيورين باش تلاصقوا، الا ما بغيتوش تلاصقوها ديروهم يكونوا كبار شويه. صافي. وبالنسبه للفران تكونوا مسخنينه من قبل. غادي ندخلوها، غادي نشعلوا على الطاسه بلينا من التحت، عاد نشعلوا على الطاسه بلينا من الفوق. اذا كان عندكم الفران كيشعل من جوج الجوايه صافي شعلوا عليها دقه واحده حتى تبدا الطاسه بلينا تبدا تدايب غير شويه. صافي كنحيدوها وغادي نجيبو واحد الكاسرونه، غادي نديرو فيها كوفيتير ديال المشماش يكون جاري، الكوفيتير الخاص بالحلويات. وغادي نديرو مزار في واحد الكاسرونه حتى تطلع فيهم الغليه، ونبداو كنلوحو هذيك الحليوه تاعنا في ديك الكاسرونه وندوزوها من الكوك.